مع بدء العد التنازلي لموسم الاصطياف بتلمسان، لا زالت الأنظار متجهة نحو منطقة مرسى بن مهيدي التي توقعت السلطات أن تستقبل نحو 7 ملايين مصطاف هذا العام، لكن في ظل عجز فادح في الإيواء والخدمات والارتفاع الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية، فضلا عن حالة الازدحام المروري. رغم ذلك فإن ارتياحا عاما يشكل أهم انطباع لدى المصطافين. جيت من ولاية عين الدفلة، جيت أنا لابلاج هذه شابة الله يبارك، منطقة ساحرة لا بأس، ورانا نحوسوا هنايا. Et en tant qu'immigré, j'apprécie beaucoup cette ville et c'est un plaisir de venir passer mes vacances ici en Algérie. Salam alaikum. فيها الإجراءات هنايا ودوريات كبيرة هنايا والمشاكل ما كانش ثاني. والله ربي يحفظهم إن شاء الله والله يعاونهم ويكون بعون. فيما ترى السلطات المحلية لدائرة مرسى بن مهيدي أن موسم الاصطياف لهذا العام كان ناجحا بامتياز. طبعا الأمور تبدأ بقرارات تنظيمية حتى نتحكم في سير الأمور. نتكلم على قرار منع التخييم على مستوى الشاطئ، التخييم العشوائي اللي صدر عن السيد الوالي. نتكلم على الاجتماع مع مصالح الأمن اللي ضبطنا فيه حركة المرورية على مستوى المدينة، كما راكم تشوفوا سيولة كبيرة في حركة المرور. نتكلم على قرارات ضبط خروج ودخول الآليات العائمة هذه اللي جات سكي واللي بيدالو هادو على مستوى الشاطئ. وكذلك بالنسبة للجانب الأمني كما راكم تشوفوا مصالح الأمن موجودة بكثافة. ورغم لغة التفاؤل فإن المنطقة لا زالت بحاجة للمزيد من الاستثمارات القوية في شتى الهياكل والمنشآت.